طيب بص، انا مش عارف ازاي هلحق اشرح البرنامج ده في 10 دقايق، بس مفيش وقت للانترو، يلا بينا على الشرح على طول. طيب بص يا سيدي، انت عارف طبعا هتفتح البرنامج ازاي. لو انت بالطريقه غير المشروع بتفتح من قائمه ستارت عادي، اما لو انت بالمشروع بتفتح من ادوبي كرييتيف عادي. كلتا الحالتين صح يعني. المهم بص بقى يا معلم، الافتر افكت وهو يعتبر اضخم برنامج للايديت والموشن جرافيك في الساحه في العالم كله. افتر افكت فيه مميزات كتير جدا وحاجات ضخمه جدا حقيقي. انت لو اتقنتها صدقني هتروح في حته تانية خالص برضه، وخصوصا ان الدقيقه بتاعته بفلوس حلوه قوي. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت يا سيدي اول ما بتفتح البرنامج بيبقى معاك بالشكل دوت، ماشي؟ سيبك من الواجهه، سيبك من كل حاجه وخش معايا في الموضوع على طول. هنروح على النيو بروجكت، هيفتح لك الشكل اللي انت شايفه ده. في شويه حاجات مالهاش لازمه ان انا اضيع وقت فيها في الشرح، بس اقولها لك كده سريعا. يعني الشريط اللي فوق عندك على اليمين دوت ده شكل الواجهه. من خلال اختيارك من القائمه دي انت بتغير شكل الواجهه كلها على الاساس اللي انت عايزه، اذا كنت عايزها تكست او رسم او افكتس او ايا كان. يعني ما فكك من كل دوت، ملوش لازمه عشان ده وقت فيه في الشرح بتاعه. انت هتخليها على الديفولت زي ما انت بكل حاجه كده زي ما هي. ولو في اي حاجه بايظه معاك هتيجي على ويندوز زي ما انت عارف في اي برنامج، هتروح على الورك سبيس تختار ريسيت، هيرجع لك الواجهه من البدايه خالص. اوكي انا مش هسطب اي واجهات دلوقتي ولا هعمل اي حاجه، انا هخش في الشرح على طول وانت بقى عايش مع نفسك، لان عايزك تتعب شويه عشان تعرف توصل لمستوى حلو. بص يا صاحبي بقى، انت اهم حاجه عندك هنا في الافتر افكت هي الافكتس اند بريزيتس، وشويه حاجات تانية كده برضه هقول لك عليهم. طبعا انت اول ما بتفتح الواجهه زي ما قلت لك هتعمل كنترول ان، انت كده بتعمل نيو كومبوزيشن او من هنا او من فايل نيو، بس خلينا في اختصار على طول عشان مفيش وقت. كنترول ان هيفتح معاك الواجهه دي، هتبتدي تظبط اعدادات. طيب في العادي في النورمال خالص في الطبيعي جدا انت هتسيبها زي ما هي، ده في حاله لو انت هتعملها بالعرض فيديو اليوتيوب الكلام دوت. انما لو هتعملها كريلز هتعكس الارقام دي، بس هتخليها 1080 في 1920. وهتلاقي عندك هنا برضو خصائص جاهزه للسوشيال ميديا اذا كان بورتري او لاندسكيب. هنخلينا زي ما احنا هنا، بس عندك اهم حاجتين هتخلي بالك منهم. هنا ريزولوشن، هنا الجوده بتاعه الكواليتي اللي جوه البرنامج مش في حاله الاستخراج. يعني انت هنا هتخليها دايما على الكوارتر او على حسب امكانيات جهازك، لكن مش هتفرق معاك لما تيجي تستخرج الفيديو عشان بس امكانيات الجهاز ما تروحش كلها على الفيديو جوه البرنامج. فانت هتخليها دايما على الكوارتر عشان الكواليتي تبقى قليله، عشان تقدر تبقى سلس والجهاز ما يلجش معاك. تاني حاجه عندك الديوريشن دوت وهو وقت الفيديو، لان الافتر افكت هنا بيتحسب بالوقت مش زي البريمير انت بتحط الفيديو وهو الوقت بيفتح معاك او بيصغر معاك زي ما انت عايز، وكل ده بتقدر تعدله برده بعد ما بتعمل الكومبوزيشن بتاعك بتبدا تعدل اللي انت عايزه. انا هسيبها زي ما هي دلوقتي كده، او ممكن عشان شرح الفيديو اخليها 10 ثواني واسيبها كوارتر عادي. الفريم ريت ده بقى يا معلم اكيد انت عارفه، بس انا هدولك كده ملخصا عشان انت لو ما تعرفوش، بس انا متاكد انك عارف. الفريم ريت ده هو عدد الصور في كل ثانيه. يعني ايه؟ يعني في الثانيه الواحده بيعرض لي 30 فريم او 29 فريم او 120 فريم او 60 فريم. انت اكيد فاهم الكلام دوت، لان كل الموبايلات الحديثه والحاجات الحديثه كلها بتبقى الهيرتز بتاعها عالي جدا، فالفريم ريت كل ما يبقى اعلى كل ما تحس بنعومه وسلاسه في الفيديو اكتر. بس هو مش هيفرق معانا دلوقتي، احنا هنخليها على 30 زي ما هو يعتبر 29 مش مشكله، وهنعمل اوكي كده. احنا عملنا الكومبوزيشن بتاعنا ونبدا نشتغل على الافتر افكت. طيب بص يا معلم، هنا طبعا الكومبوزيشن عندك او الملفات اللي انت تحطها هنا اللي هتبدا تشتغل عليها تحت في التايم لاين، وانت اكيد برضه عارف التايم لاين، مش هضيع وقت في شرحه. ولو ما تعرفوش يبقى اتفرج على الفيديو البريمير اللي فات هتلاقيني كنت بشرحه كده سريعا برضه. طيب انا مش هحط صور ولا حاجه، انا هشتغل معاك من برنامج من جوه على طول، وانت طبق على اي حاجه هتشوفها في البرنامج اللي انا هعمله دوت على اي حاجه تتحط على البرنامج اذا كان صور او فيديوهات او ايا كان، كل واحد. الفكره بس انك تعرف ازاي بتتعامل عليه. طيب هنبدا اول حاجه هنا مثلا هنحط شيب. طيب هرسم شيب بالشكل ده. هتلاقي عندك حاجه هنا اسمها دي الانكر بوينت، لو انت عايز تخليها في النص بتيجي هنا وتروح سحبها معاك وتضغط على الكنترول عشان السناك يشتغل معاك، اللي هو المغناطيس يعني عشان يوصلها زي ما انت عايز. او فوقك من ده كله، انا عايز اقول لك اختصارات على طول والله، بس أنا يعني بحاول اشرح لك برضه على قد ما اقدر. او هتدوس على الكنترول الت هون، هتلاقي الانكر بوينت تبقى متسنطره معاك اوتوماتيك في اي حاجه تحطها اذا كان تكست صوره ايا كان. تعمل اللي انا قلت لك عليه ده هتلاقي الانكر بوينت اتسنطرت معاك. هنخلي الشيب يبقى هنا، وزي ما انت عارف الافتر افكت او بريمير او اي فيديو عامه فيه حركه بيبقى عباره عن ستوب واتش، بتبدا تحرك زي ما انت عايز. هتلاقي عندك هنا الستوب واتش كله في الترانسفورم ليهم اختصارات. اول حرف من كل اختيار هو الاختصار بتاعه، ما عدا الاوباسيتي الاختصار بتاعها حرف التي، فانت لو دوست على التي هيطلع لك اوباسيتي. اس السكيل، بي بوزيشن. عايز افتح حاجتين مع بعض، بعد ما فتحت اللي انت عايزها اللي هي البوزيشن بدوس على الشيفت وتزود. فهمت الفكره؟ هيديها لك تاني سريعا عشان انت لو ما خدتش بالك. انا عملت دلوقتي ظهرت البوزيشن وعايز ازود معاه السكيل اهو شيفت اس، عايز ازود معاهم الاوباستي شيفت تي، فالشيفت هو اللي بيزود. انما لو دوست من غير شيفت هتلاقيه بيطلع لك الحاجه بس اللي انت دايس عليها، وزي ما قلت لك اختصاراتهم كلهم اول حرف منهم ماشي، ما عدا الاوباستي هو حرف التي. طيب احنا هنخلي الشيب هنا وهديله البوزيشن هنا، وهخلي السكيل مثلا واروح معدي مثلا كام فريم، اعدي ثانيه واروح موديه الناحيه الثانيه. انت كده عملت حركه، عملت حركه، بس احنا هنخليها احسن شويه، لان بص لو جيت شغلت تعبانه جدا ما فيهاش اي حاجه. انما ارجع ورا هتلاقي في عندك الاختيار ده بتاع الجراف اديتور، لو دوست عليه هتعمل كليك يمين وهتختار شو جراف اديتور سيت، هتلاقي عندك بقى
بالشكل ده. انت كده حركت الشيب. طيب انت كده عملت اول خطوه في الافتر افكت انك بدات تتحرك. بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده بدوس كليك واحدد الاثنين وادوس على اف 9. اف 9 ديت اختصار لايزي ايز. يعني انت لو جبت الكي فريم، لو عملت كليك يمين على الكي فريم دي وجيت هنا عند الكي فريم اسيستنت هتلاقي هنا عندك حاجه اسمها ايزي ايز اف 9. دايما خليها قاعده ثابته على الافتر افكت. اي حاجه هتعمل لها ستوب واتش وتحط لها كي فريم خليها دايما ايزي ايز، وخش هنا على الجراف. بس اهم حاجه تعمل هنا كليك يمين وتختار اديت سبيد جراف عشان تبقى معاك بالشكل ده، لان هي عندك هتبقى كده. انت هتخليها كده وتروح محدد واسحب كده. انت بتقول له ابدا لي الحركه سريعه وبعد كده بطئها لي. تعال نتفرج اهو كده بالشكل ده. وطبعا عشان نخليها واقعيه اكتر هنديها علامه الموشن. بص خدت بالك؟ بص الاهتزاز بتاعها. صدقني التريكات البسيطه جدا دي بتخلي شغلك جامد قوي. وعشان لو انت ما عندكش فكره عن ايه التفاصيل دي واول مره تشوف الافتر افكت معايا، هوريك حاجه كده بسيطه جدا يعني هفهمك بس الفرق في الحاجات دي. هنعمل كنترول دي عشان ناخد نسخه، هنطلع بيها فوق وهننزل الثانيه تحت. الغي البوزيشن خالص. وعايز اقول لك حاجه، لو انت معاك اكتر من لير مفتوحين وبرضه عملت نفس الاختصار اللي احنا اتكلمنا فيه، هيفتح لك في كل الليرات الاختصار بس اللي انت دوست عليه. اول واحد هخليه من البوزيشن ده وبعد كده شويه واوديه هناك واسيبه زي ما هو، والتاني هديله بوزيشن هنا وهجيبه هنا. نلغي بس علامه البلور عشان اوريك الفرق. وهدي برضه هنا كي فريم واجي هنا اجيبه جنبه. بص بقى يا معلم، هنعمل في واحد ايزي اس وهيديله جراف وهنديله البلور. بص الفرق بين الاثنين. فهمت الفكره؟ بص ده متحرك عادي خالص، لكن ده بص الافكت بتاعه عامل ازاي، وبص كمان الاهتزاز بتاعه عامل ازاي، مش زي التاني. طيب عندنا ايه كمان غير الكلام ده؟ عندنا حاجه مميزه جدا في الافتر افكت اسمها تراك مات. هنجيب التكست كنترول الت هوم عشان نخلي الانكر بوينت في النص، وهنصغرها شويه عشان تبقى على قد الشيب. بس اهم حاجه في الافتر افكت خلي ايدك على الشيفت عشان تبقى الابعاد متساويه. هتدوس كليك الاول على النقطه وتدوس على الشيفت عشان تظبط معاك. بس انا هخليها كده مثلا وهجيبها تحت الشيب. ودلوقتي ركز معايا، لازم اي حاجه تعملها تراك مات تكون تحت الشيب او الصوره او ايا كان اللي انت عايز تعمل فيها التراك مات ده. هفهمك يعني ايه. هنزل التكست تحت وهخلي الشيب فوق وهخلي التكست التراك مات بتاعه هو الشيب. خلاص. طيب ركز معايا قوي في التركه دي. اي حاجه هتعمل لها تراك مات اللي انا هفهمه لك دلوقتي دوت، او لو انت عندك فكره عنه بس بتسترجعه معايا، اي حاجه هتعمل لها تراك مات لازم تكون هي في اللير اللي تحت اللير الاساسي اللي انت هتعمل عليه تراك مات. بمعنى هنزل التكست تحت الشيب عشان الشيب ده اللي هيبقى عليه تراك مات، فهو لازم يبقى فوق. وطبعا التراك مات اللي فوقيه لازم يبقى فيل مش ستروك. فانا هحط له الخلفيه وهلغي الستروك. يفضل دايما تستخدم التراك مات عن طريق الشيبات يعني عشان يشتغل معاك من غير مشاكل. دلوقتي هنجيب الكلمه اهي وهتلاقي هنا حاجه اسمها تراك مات. هتدوس هنا وتختار اللير بتاعتك. الاثنين اختفوا. تمام، هو ده اللي احنا عايزينه. ليه بقى؟ لان انا هقول له خلي لي البوزيشن. بص بقى الحته دي، هقول له خلي لي البوزيشن هنا في بدايه الكلام وبعد 10 فريم طلع لي التكست ده فوق. بص بقى تراك مات ده يا معلم عباره عن طبقه مخفيه انت بتحط فوقيها الحاجه اللي انت عايزها. حاجه زي انيميشن برضه فاهم، بس هنا انت بتخلي تراك مات دوت يظهر جوه الجزء بس اللي انت حددته. يعني لو انا خرجت فوق كده بص اختفت، لان طبعا كل ده عباره عن ده الشيب بتاعنا اللي جوه ده الشيب. انت فاهم قصدي؟ هنرجعها زي ما كانت، نديها ايزي ايز جراف، خليها تبدا سريعه وبعدين تخلص ببطء. هات من الاول، شغل بلور، ابدا يا معلم. شفت؟ بص انت هتقدر تعمل شغل جامد قوي اصلا والله يا ابني بالحاجات دي. وبناء على ذلك بقى اي حاجه تعوز تعملها هي عباره عن كي فريم. عايز تبدا السكيل يبقى صغير مثلا ولما تطلع فوق يبقى كبير معاك. اهم حاجه ما تنساش زي ما قلت لك، حدد اف 9 جراف، تبدا سريعه وبعدين بطيئه. هات من الاول. شفت بقت عامله ازاي؟ على اي حاجه بقى انت عايزها بالشكل ده. عشان بس ما اضيعش الوقت الفيديو، انت كده فهمت الزتونه بتاعت الكي فريم والتراك مات. في حاجات تانية نفسي اقولها لك بس عشان اقل من 10 دقايق زي ما انا معودكم في السلسله دي. وبكده اكون خلصت معاك اساسيات الافتر افكت. هو طبعا مش لحد كده وخلاص، الافتر افكت صدقني اكبر بكتير قوي من البريمير، وهو اصلا بتاع الموشن جرافيك بتاع الحركه والكرتون. وفي حاجات كتير عارف ان انا ما قلتهالكش بس هخليها للفيديوهات الطويله، بس برضه هتبقى نفس الفكره، هديك فيها المفيد من غير حشو كتير. وفي الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الالستريتور لو عايز ترسم عليه وبعدين تاخد ملف الالستريتور ده تدخله جوه الافتر افكت، بس دي انا لسه ما قلتهاش، هقولها في فيديو تاني عشان دي برضه موضوع شويه. اتمنى انك تكون استفدت من الفيديو. سلام.